سماعتين اغلب اليوتيوبرز جربوهم، لكن ما حدش قالك انهي الافضل فيهم، او حد عمل مقارنة ما بين الاتنين وقالك ايه الفرق بين السماعة دي والسماعة دي. فاحنا النهاردة سوري هنجرب سماعة الاتش 9 من شركة فاي فاين. مش بس كده يعني، الاتش 13 برضو من شركة فاي فاين. فالفيديو ده هيكون مقارنة ما بين الاتنين دول زي ما انت شايف كده، واقول لك الفرق بينهم وانهي الافضل. لو انت حابب تشتري فلازم تشوف الفيديو للاخر عشان تقرر انهي الافضل بالنسبة لك والمناسبة ليك، لان في فرق بينهم فعلا. هو اي نعم دي فيها مميزات ودي فيها مميزات، لكن في فرق بين الاتنين سواء كان في الشكل او في المواصفات. في حاجة هنا مش موجودة هنا، فمن خلال الفيديو ده هتقرر انت هتختار انهي فيهم بالظبط. وفي فرق بينهم في السعر برضو. فاضغط لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه اول مرة تشوفني. اهم حاجة اللايك واشترك في القناة، وانزل اكتب لي برضو رأيك فيهم بعد ما تشوف الفيديو. يعني انزل قول لي انهي الافضل بعد ما تشوف الفيديو وبس. يلا بينا نبدأ بأول حاجة، وهي ان احنا نعمل انبوكسنج للسماعتين دي. كده ال H9 جيمنج هيدسيت، وبالمناسبة الاتنين جيمنج، يعني في اختلاف في الشكل ما بينهم. ده كده شكل ال H9 سماعة 7.1 محيطية. هنبدأ ان احنا نفتحها. بيجي مع السماعة كتيب تعليمات، ودي كده ترحيب، يعني بيرحبوا بيك ان انت اشتريت من فاي فاين. كتيب التعليمات بيوضح حاجات كتير في السماعة دي فيها ميزة مش موجودة في التانية، على الرغم من ان التانية غالية. يعني هنعرفها دلوقتي. دي كده نخليها على جنب. اعتقد انها فيها كارت الصوت. ودي كده السماعة زي ما انت شايف. العلامة المميزة بتاعت فاي فاين عموما اللي موجودة في كل السماعات بتاعتها. طبعا هو كاتب لك هنا ال و ار في الاتجاهين عشان تقدر تفرق انهي السماعة اليمين وانهي السماعة الشمال. ده كده اللي موجود في العلبة. نفتح العلبة دي نشوف ايه اللي موجود فيها بالظبط. ده كارت الصوت هنتكلم عنه دلوقتي، لكن لما نفتح السماعة التانية، وده المايك بتاعها. بس ده كده كل اللي موجود في علبة ال H9. نيجي بقى لل H13. ال H13 جيمنج هيدسيت، برضو جيمنج، سماعة جيمنج فيها ار جي بي. لو ركزت التانية ما فيهاش ار جي بي. فيها 4 مودات اي كيو، وبرضه سماعة محيطية 7.1. نفتح ونشوف ايه اللي موجود فيها. عندك هنا اول حاجة كتيب التعليمات، في حاجات مهمة بيشرح ازاي تستخدم المودات اللي موجوده فيها وكارت الصوت، لان هي فيها كارت صوت. اي سماعه يو اس بي يا جماعه بيبقى فيها كارت صوت. لو هي المدخل بتاعها اي يو اكس يبقى ما فيهاش كارت صوت. هنبدا نرفع بالشكل ده كده. ده كده المايك بتاع ال اتش 13. لسه كل الحاجات دي هنتكلم عليها، احنا بنعمل بس انبوكسنج ونشوف ايه اللي موجود مع السماعه بالظبط. دي كده فاضيه، ودي كده السماعه كارت الصوت مدمج فيها مش منفصل زي ال اتش 9. دي كارت الصوت موجود فيها على طول، ومدخل يو اس بي، وبرضه المايك. يعني هما السماعتين تقريبا هي نفس الحاجه اللي جايه في الكرتونه دي هي اللي جايه في الكرتونه دي، مفيش فرق بينهم. هو السماعه بكارت الصوت بتاعها، والمايك وكتيب التعليمات في السماعتين. وده كده شكل سماعه ال اتش 13. طبعا الجزء ده بيبقى فيه اضاءه. كده احنا خلصنا الانبوكسنج، وركز هنا مش موضحين اليمين من الشمال زي التانية، لكن كاتبين هنا في الجزء ده ال و ار عشان تقدر تحدد انهي الاتجاه اليمين وانهي الشمال. دي كده ال اتش 13 بكل حاجه جايه معاها. هو كارت الصوت جاي مدمج فيها زي ما انت شايف كده. ودي كده ال اتش 9. يعني عندك مدخل هنا اي او اكس، وكارت الصوت منفصل عن السماعه نفسها. يعني تقدر ان انت تستخدمها عادي على موبايل قديم اللي هو بيكون مدخله مدخل سماعه عادي اي او اكس، وكمان تقدر ان انت تستخدمها يو اس بي على الكمبيوتر. نبدا باول حاجه، وهي شكل السماعة ال H9. ده كده شكلها. موضحين هنا الاتجاه اليمين من الشمال من الداخل، والخامة بتاعتها حلوة على فكرة. الخامتين يعني تقدر تقول كده نفس التصميم. هم اخوات زي ما انت شايف كده. الاتنين مفيش فرق في التصميم، والسماعتين خامتهم حلوة مش وحشة. تصميم ال H13 بيجي هنا بس في ار جي بي. ده كده المكان اللي بيكون مضيء. ال H9 ما فيهاش اي ار جي بي نهائي، حتى اللوجو ده مش مضيء. ال H13 تصميم جيمنج اكتر، لان هنا في اضاءه ار جي بي وتقدر ان انت تتحكم فيها. وده كده شكل اضاءه ال H13. اضاءه ار جي بي تقدر ان انت تتحكم فيها عن طريق الزرار اللي موجود هنا ده بالشكل ده كده. عندك اكتر من لون على حسب بقى السيت اب بتاعك. اختار اللون اللي يعجبك. طبعا هو اللون في الحقيقه احسن، هو في الكاميرا يعني تحسه في اضاءه حواليه كتير كده. وده كده ار جي بي متغير بيدي كل الاضاءات. ال اتش 9 بقى ما فيهاش اي اضاءه خالص. هو ده كده شكلها ما فيش اي اضاءه فيها. بالنسبه لكارت الصوت الموجود في ال اتش 13،
هنا في حاجات كتيرة مختلفة عن ال H9. عندك ال EQ وده بيظبط الصوت عالي ولا واطي في الترددات المختلفة، بيخلي الصوت أحسن. وعندك 3 مودات، مود الميوزك والجيمنج، والأخير ده بصراحة معرفش هو إيه يعني، لكن أنت عندك 3 مودات بتبدل ما بينهم عن طريق الزرار ده. كارت الصوت اللي في ال H9 مش موجود فيه المود ده. ومن اتجاه اليمين في زرار فوق تقدر ان انت توطي الصوت او تعلي الصوت منه، كمان تقدر ان انت تعمل ميوت للمايك او تشغله تاني. نيجي للاتجاه التاني، تقدر ان انت تحدد هنا انت عايز تسمع الشات ولا الجيم. لو انت بتستخدم ديسكورد تقدر تتحكم ما بين صوت الديسكورد وصوت الالعاب اللي انت بتلعبها. اما بالنسبه للزرار اللي تحت ده عشان لو انت عايز تعزل لو في صوت ضوضاء او دوشه جنبك، فعن طريق الزرار ده تقدر ان انت تعزل الصوت المحيط ليك. طيب بنلعب بابجي بقى او بنلعب لعبه، واللعبه دي بتعتمد على الصوت المحيطي عشان تسمع الاتجاهات يمين ولا شمال، الضرب جاي من اليمين ولا شمال، فبتستخدم ال 7.1. مجرد بس ما تضغط عليها ضغطه كده بتبدا ان هي تبقى بلون احمر، ومعنى كده ان هي شغاله وتلاحظ اختلاف في الصوت. نيجي بقى لكارت الصوت الخاص بال H9. كارت الصوت هنا منفصل، ودي ميزه انا مش فاهم ليه ما عملوش ال H13 نفس الموضوع. تقدر ان انت تركب كارت الصوت بالشكل ده كده، ولو حابب تفصله وتستخدمها AUX عادي، لو عندك ميكسر او حاجه هتوصله فيها تقدر تستخدمها AUX عادي. فانا مش فاهم ليه ما عملوش الحركه دي في السماعه التانية. كارت الصوت ايه اللي موجود فيه؟ عشان في اختلاف كبير ما بين ال H13 وال H9. هنا انت تقدر تعلي او توطي صوت السماعه من الزراير دي، وصوت المايك برضو تقدر توطي او تعلي صوت المايك. وكمان عندك زرار في النص اللي هو 7.1 ده عشان الصوت المحيطي، ده موجود في التانية برضو. يعني اللي مش موجود هنا ايه؟ زرار خاص بعزل الضوضاء بتاعة المايك، مفيش زرار، وهو موجود في التانية. وكمان في زرار ان انت تتحكم ما بين صوت الديسكورد وصوت اللعبة اللي انت بتلعبها. وتالت حاجة مش موجود هنا ال EQ اللي هي بتظبط الصوت، مش موجودة في سماعة ال H9. يعني من الاخر عندك 3 حاجات مش موجودين في السماعة دي، موجودين في سماعة ال H13، وهما زرار لعزل ضوضاء المايك لو في دوشه جنبك، وكمان الاي كيو اللي هو بيظبط الصوت مش موجود هنا، والزرار الثالث ان انت تتحكم ما بين صوت الديسكورد وصوت اللعبه. الثلاثه دول مش موجودين، لكن هم مش مهمين قوي يعني عشان تبقى فاهم. في مشبك كده تقدر من خلاله ان انت تعلق الكارت الصوت ده في اللبس بتاعك، وده موجود في السماعتين عموما. وده كده شكل كارت الصوت اللي على الشمال ال H13 واللي على اليمين ال H9. ده كده الشكل بتاعهم، وده كده الاتجاه التاني. طبعا ده منفصل، ده مش منفصل. كارت الصوت الخاص بال H9 تقدر انت تلغيه وتستخدمها AUX عادي، لكن ال H13 للاسف مش بيتفصل، ودي يعني بصراحه انا استغربت لها. يعني حاجه تانية ما عجبتنيش، وانا مش متعود من فاين كده دايما، يعني دايما كانوا بيخلوا ان انت تقدر تستخدم اي قطعه ليهم عموما وصلتني تستخدمها اتجاه كان بيبقى USB، وتقدر ان انت تفصله يكون تايب سي، تقدر تستخدمه على الموبايل عادي. يعني في الميكسر او في الستريم ديك اللي قدامكم دي موجود فيها ان هي تتحول ليو اس بي وتايب سي في نفس الوقت. فبصراحه انا ما اعرفش ليه عاملين كده في السماعتين، ممكن عشان كارت الصوت، انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده بصراحه. نيجي بقى للمايكات في الاتنين. المايك ده شايف شكله عامل ازاي؟ ده كده خاص بال H9، بيركب بالشكل ده كده، يعني التجويف بيدخل جوه السماعه نفسها وبتكون بالشكل ده. ده كده بالنسبة لل H9. برضو ال H13 المايك منفصل، في إضاءة هنا بتكون شغالة، بيركب بالشكل ده كده وبيكون بالشكل ده. تقدر ان انت تخلي المايك في كل الاتجاهات، ما عندكش اي مشكلة خالص، وهو موضح لك هنا ان ده الاتجاه اللي انت المفروض يكون صوتك رايح ليه يعني. تمام. السماعتين تقدر تقول ان هما نفس المايك، مفيش اختلاف ما بينهم، ما عدا ال H13 موجود فيها اضاءة في المايك بتاعه. على فكرة ديزاين السماعتين قريب من بعض جدا ونفس الخامات، مفيش اختلاف كبير الا في الحاجات اللي انا وريتها لكم في كارت الصوت. هنا بس في اضاءة وهنا مفيش اضاءة. ده كده الجزء ده كده معدن في السماعتين، ده اكيد بلاستيك، وده برضو نفس الموضوع بلاستيك، ويعني هي تستحمل. السماعتين يعني حلوين بامانه، ما عندكش اي مشكله، يعني مش هيحصل لهم حاجه لو انت عملتهم كده. نيجي بقى لتجربه المايكات بتاعه السماعات نفسها ونشوف هل المايكات كويسه ولا لا لو انت هتعتمد عليها لو ما فيش عندك مايك خارجي. دي كده سماعه ال H13، ده كده شكلها يعني انا ودني كلها بايته جوه السماعه، يعني حرفيا ودني بايته جوه السماعه. ده كده المايك، الاضاءه بس بتكون موجوده في المايك مجرد ما انت تعمل ميوت. مجرد بس ما تعمل ميوت للمايك بيبدأ لون الإضاءة يكون بلون أحمر، وده عشان تبقى عارف ان انت عامل ميوت، يعني لو انت ناسي ولا حاجه. اللي انا ملاحظه من غير ما اسمع صوت المايك بامانه، يعني انا خلي بالك انا بتكلم بصوت المايك بتاعها لحد دلوقتي ده مش شغال، انا ملاحظ ان هي مش ملتقطه اي حاجه حواليا، خصوصا ان انا مشغل مروحه وانا مش مفعل حاجه للضوضاء عموما. يعني انا كل ده لسه ما فعلتش كده. انا فعلت المود لو في دوشه جنبي او حاجه،
ده مود عزل الضوضاء، لو في دوشه او حاجه مش هتسمعوها. ممكن تلاحظوا اختلاف في الصوت بتاعي انا بصراحه لسه هسمع كل ده في المونتاج، لكن انا من خلال برنامج التصوير شايف ان مفيش اي صوت هي لقطاه. ده كده بالنسبه لصوت مايك الاتش 13. نيجي بقى لصوت مايك الاتش 9. دي كده تجربه مايك الفايفاين الاتش 9. الصوت اللي انت سامعه حاليا هو صوت المايك بتاع السماعه نفسها، طبعا مع توصيل كارت الصوت اللي جاي معاها. يعني انا حاليا مش موصل السماعه عن طريق الاو اكس، اعتقد ان مش هيكون في اختلاف كبير في صوت المايك. اللي انا ملاحظه في برنامج التصوير، خلي بالك انا مش هعدل على صوت المايك نهائي، ده هيكون الصوت الطبيعي بتاع السماعه نفسها، مش هضيف عليه اي تعديلات. اللي انا ملاحظه في برنامج التصوير ان مفيش اي نويز ملتقطات السماعه، مفيش صوت المروحه مش متلاحظ خالص، مش موجود اصلا. وطبعا هنا في السماعه دي مش موجود ان انت تعزل الضوضاء زي السماعه التانية. الاتش 13 موجود فيها زرار ان انت تعزل الضوضاء، والمايك هنا مش موضح اذا كان هو معمول ميوت ولا لا. انا حرفيا ودني جوه السماعه نفسها، الجزء اللي بره ده لافف حوالين ودني كلها، اي حاجه بره انا مش سامعها. كده انت سمعت صوت مايك الاتش 13 وصوت مايك الاتش 9. انزل بقى قول لي انهي افضل مايك انت شايفه. انا مش هعدل على الصوت الخاص بالمايكين نهائي، ده كده مش شغال عشان تبقى فاهم. يعني لو انا خبطت عليه كده ده مش شغال، انت سامع الصوت من مايك السماعه نفسها، فانا مش هعدل على اي صوت فيهم. نقطه مهمه نسيت ان انا اتكلم فيها واوضحها في السماعتين، ان انت هنا تقدر تتحكم في المقاس بتاع السماعه، وهو موضح لك زي ما انت شايف كده كام درجه. يعني ده بالنسبه للاتش 9. كمان الاتش 13 نفس الموضوع بنفس الشكل نفس الطريقه بالدرجات اللي انت شايفها دي. كل عليك بس بتسحبها بالشكل ده كده وتظبط المقاس اللي انت عايزه على حسب استخدامك بقى براحتك انت. نيجي بقى لتجربة السماعات في الألعاب. جربتهم مثلا على لعبة بابجي موبايل، لاحظت إن ال H13 متفوقة بكتير جدا عن ال H9 في حتة إن أنت تعرف مكان اللاعب عن طريق الصوت بسهولة. وده لما شغلت ال EQ على وضع الجيمنج، السماعة بتوطي أي أصوات تانية وتخلي صوت حركة اللاعب هو اللي مسموع أكتر، بحيث إن أنت تعرف المكان بتاع اللاعب فين بالظبط، في الدور التاني التالت تحت فوق وهكذا. فهي في الحتة دي بصراحة كانت موضحة صوت اللاعب كويس جدا عن اي صوت تاني موجود في اللعبه، عكس ال H9. مش معنى كده ان ال H9 وحشه، لا، ال H9 برضو كانت موضحه الصوت، لكن ال H13 بصراحه انا ما كنتش متخيل انها تبقى بالشكل ده، بتوطي كل الاصوات اللي موجوده في اللعبه وتخلي صوت حركه اللاعبين هو اللي كان واضح جدا اثناء تجربتي ليها. لذلك لو ركزت في الفيديو تلاحظ ان انا يعني نازل عارف اللاعب ده فين بالظبط، لان انا سامع الصوت بوضوح، وباقي الاصوات انا مش سامعها كويس، انا سامع صوت حركه اللاعب بالظبط، عشان كده سهل عليا ان انا احدد مكانه. فال H13 بصراحه هتفيدك جدا لو انت بتلعب العاب بتعتمد على الصوت. في حاجة مهمة بصراحة نسيت ان انا اتكلم عنها، ان سماعة ال H13 ليها سوفت وير على الكمبيوتر تقدر ان انت تستخدمه وتتحكم في كل حاجة في السماعة نفسها بدون ما تحتاج ان انت تستخدم الازرار اللي موجودة فيها. هنيجي على قائمة الهاردوير عشان نحدد هنا السماعة بتاعتنا، وهتظهر لك السماعة بالشكل ده. تقدر ان انت هنا تتحكم في الاضاءة زي ما انت شايف كده في الكاميرا، الاضاءة بتشتغل وتطفي. نقدر نفعل النويز ريدكشن عشان نعزل الضوضاء. نقدر ان احنا نفعل برضو ال 7.1، ولو ركزت هنا كده هتلاحظ ان هي شغاله. مجرد ما افصلها من الكمبيوتر بتبدا انها تطفي بالشكل ده. فكل تحكماتك من الكمبيوتر تقدر ان انت تستخدم كل حاجه عادي. الحاجه المهمه بقى ان انت تقدر تغير صوتك نفسه، الفويس شينجر. تقدر تغير صوتك لمونستر او انسان آلي او بيبي او بنت او ولد براحتك انت، يعني كانك عندك ميكسر في السماعه نفسها. برضو تقدر تتحكم في الاي كيو مود، سواء كنت عايز تستخدم الميوزك او الموف او وضع الالعاب. البرنامج ده فيه تحكمات كتير هتفيدكم لو حد معرفش يوصل له، وهو موجود في موقع فايفاين. اكتب لي بس تعليق وانا هحط لك اللينك بتاعه لو معرفتش توصل له. فال H13 موجود ليها سوفت وير تقدر ان انت تستخدمه على الكمبيوتر، ال H9 مش موجود ليها سوفت وير. وبس كده انا جربت كل حاجه في السماعتين. اتمنى اكون انا ما نسيتش حاجه يعني. وعايز رايي انا، والله العظيم والله العظيم دي شهاده انا هتحاسب عليها قدام ربنا. سماعه الاتش 13 انا بصراحه مش عشان هي اغلى ولا عشان هي نسخه اعلى مثلا، لا، بامانه هي موضحه صوت الحركه خصوصا في الالعاب. الصوت واضح جدا يعني لدرجه ان السماعه في صوت مثلا اي صوت تاني موجود من اصوات اللعبه بتوطي الصوت ده على الاخر وتخلي صوت حركة اللاعبين اعلى عشان تقدر توضح اذا كان ده فوق تحت يمين شمال وهكذا. مش معنى كده ان ال H9 وحش، الاتنين حلوين، فالفرق بينهم في السعر مش كبير قوي. وعايز نصيحتي بأمانة والله العظيم، لو انت بتلعب ألعاب بتعتمد على الصوت المحيطي، يبقى اعتمد
ال H13 على طول. بامانه سماعه جامده جدا يعني، انا جربتها بصراحه في الالعاب كويسه جدا. وبس كده، اتمنى ان انا ما اكونش نسيت حاجه، وانزلوا تحت في التعليقات اكتبوا لي رايكم في السماعتين وانهي افضل، سواء من حيث بقى جوده الصوت. انا عارف انا اللي سمعت جوده الصوت، بس انا بصراحه قلت لكم رايي. ال H13 حلوه جدا. كلموني عن المايك انهي افضل فيهم، سواء دي او دي، قولوا انهي الافضل بالنسبه لكم. وما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.